الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الكحك والبسكوت وطلعوا معايا في منتهى الجمال، وكمان اتكلمنا على حاجات كتير منها التسوية في فرن البوتاجاز. النهاردة بقى كده الفيديو بتاعي هنعمل مع بعض شوية الغريبة العظمة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة نقول لكم بصراحة يا جماعة طالعة في منتهى الجمال ودايبة دوب. هنعمل مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا، وكمان هنتكلم على التسوية لان انا مسوياها في فرن البوتاجاز. النهارده بقى كده مستخدمه الدقيق اللي هو الدوبيلا اللي انا عملت بيه الكحك والبسكوت. بصراحه يا جماعه طلع الدقيق ده انا اول مره استخدمه وطلع في منتهى الجمال. اهم حاجه يا جماعه نوع الدقيق زي ما قلت لكم في الفيديوهين اللي قبل كده. ده كده معايا كيلو الا ربع من الدقيق، عملوا معايا 7 كوبايات. ممكن يختلف طبعا من كوبايه لكوبايه، فممكن تستخدموا الميزان وتوزنوا كيلو الا ربع من الدقيق. الكيلو الا ربع من الدقيق بالكوبايه طلع معايا 7 كوبايات، وقلت لكم ممكن يختلف. اخدوا معايا كوبايه ونص من السكر البودر، بنفس الكوبايه اللي انا وزنت بيها الدقيق او انا عايرت بيها الدقيق. يبقى كده كيلو الا ربع من الدقيق. اخدوا معايا كوبايه ونص من السكر البودر، ونزلت كده بكيسين فانيليا. عايزه نقول لكم كيسين الفانيليا خلوا الريحه بتاعه الغريبه في منتهى الجمال. هياخدوا معايا كوبايتين من السمنه، نفس المج اللي انا عايرت بيه الدقيق وعايرت بيه السكر البودر، انا عايرت بيه يا جماعه السمنه البلدي. اهم حاجه بقى في الغريبه السمنه البلدي، عايزه نقول لكم بتخلي الطعم في منتهى الجمال. يعني انا ما حبيتهاش خالص خالص ان هي تتعمل بالزبده بصراحه. انا قلت لازم الغريبه لازم تكون بسمنه بلدي. طبعا يا جماعه الغريبه مش بتتعجن، يا دوب كده بس بنلم الدقيق والسكر البودر والسمنه اللي احنا حطيناها، واحنا كده بنلم الدقيق نعمل كده كام كوره ونعمل نغزه في النص علشان نشوف العجينه معايا مظبوطه ولا لا. لو لقيتوها طريه معاكم ممكن تزودوا شويه دقيق. ده كده بيكون على حسب يعني الدقيق اللي انتوا حاطينه. ادي كده بصراحة طلعت معايا مظبوطة ومش محتاجة اي حاجة على المعيار اللي انا عملته. ادي كده بقى جبت السجان وحطيت فيها ورق زبدة كده، فرشت في القعر ورق زبدة. مش عايزة تحطي ورق زبدة مفيش مشكلة، ممكن تحطي على الصاج مباشرة. بس بصراحة ورق الزبدة يعني علشان بتكون حساسة جدا جدا في التسوية بتاعتها، فبصراحة ورق الزبدة فرق معايا السنة دي في الغريبة. ادي كده بدأت كده اكور الغريبة. يعني كوروها كده صغيرة ما شاء الله، هي لا فرشت ولا أي حاجة، ومش بيتحط عليها لا بودر ولا بيتحط عليها أي حاجة. اللي بيفرش بقى الغريبة يا جماعة هو السكر البودر. كل ما هتزودوا السكر البودر كل ما هتلاقوا الغريبة فرشت معاكم. فخلوا بالكم من الحاجات البسيطة والمقادير علشان تطلع معاكم مظبوطة، علشان الغريبة ما تفرش منكم في فرن البوتاجاز. ناس كتير تقولك يعني الغريبة فرشت معانا على رغم ان احنا مش حاطين لا بودر ولا اي حاجة. يا جماعة اللي بيخلي الغريبة تفرش ان انتوا ممكن تزودوا السكر البودر. فخلوا بالكم من المقادير بتاعة الغريبة، لان هي بصراحة حساسة في كل حاجة، في المقادير بتاعتها وفي الفرن اللي يعني في التسوية بتاعتها، يعني في كل حاجة. بدأت كده اكور اعمل كده كورة صغيرة، ومن النص كده ادي نغزة من النص كده، يعني كأننا بنعمل كحكاية كده عشان نحشي الملبناية. بس طبعا ما نعملوش بقى اللي هو ايه، يعني اللي هي بقى نضغط كده بصبعنا حاجه، لا حاجه بسيطه كده علشان نحط فيها بقى كده اللولي او نحط فيها السوداني او اي مكسرات بتكون في النص. ادي كده بصوا انا هقرب لكم بقى الكاميرا واعمل لكم زوم علشان تشوفوا الشكل بتاع الغريبه من قريب هيكون عامل ازاي. بس كده ايه نعمل صاج كمان قبل ما اعمل لكم الزوم علشان اقرب لكم وتشوفوا الشكل هيكون عامل ازاي. ده كده بقى تاني صاج برضو فرشت فيه كده ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين، وبدأت كده اكور الغريبه كده بايديا، اعمل كده كوره صغيره وفي النص كده المكان، يعني اعمل كده بصباعي زي فحره كده صغيره هيتحط فيها المكسرات. هخلص بقى كده باقي الكميه كلها وارجع كده اعمل لكم زوم واوريكم الغريبه من قريب شكلها عامل ازاي. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. هي 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 هي.
ده كده بقى عملنا الزوم وقربت لكم اهو الغريبه. بصوا شايفين الشكل والجمال. انا النهارده بقى كده من النص ما استخدمتش اي مكسرات، انا حطيت لولي بصراحه خلى الشكل بتاعها في منتهى الجمال. عايزه بقى تحطي كده في النص مكان اللولي ده تحطي سوداني مفيش مشكله، ممكن تحطي بندق مفيش مشكله. ده كده بقى بيكون على حسب الذوق بتاعك واللي انت محتاجاه. بصوا شايفين الشكل والجمال. ادي كده شكل الغريبه بتاعتي. يلا بينا بقى كده نتكلم عن التسويه. التسوية يا جماعة أنا النهاردة سويتها في فرن البوتاجاز. يا تشغلي الفرن ربع ساعة وتطفي عليه النار وتحطي الصجان وهي كده هتستوي منها لنفسها، يا إما هتهدي عليها النار جدا جدا. يعني أول كده ما بتلاقوا القعر بتاع الغريبة أخد اللي هو، يعني مش عايزة نقول لكم اللي هو لون، يعني هي بتبقى برضو من القعر بيضة. بتلاقوا يا دوب كده الغريبة اتشمعت كده ومسكت كده نفسها وما بقتش عجينة، وبدأ اللون من تحت يفتح جدا. يعني أول درجة من درجات اللي هي الفتحان، أول كده ما تلاقوا إن هي بدأت كده تاخد لون بتطفوا عليها النار على طول. أو ممكن تشغلوا الفرن قبل ما تحطوها ربع ساعة وتطفوه وتدخلوا الصجان والفرن طافي، يعني هو الفرن سخن، وبرضو تطلعوا الغريبة. في الحالتين هيكون التسوية بتاعتها مظبوطة. يتهدوا عليها النار جدا جدا زي الشمعة، وأول كده ما تحسوا إن هي أخدت لون من تحت، يعني مش اللي هو لون بقى اللي هو اللون، يعني حاجة كده بسيطة جدا بتطلعوا الغريبة. تاني حاجة، ممكن تشغلوا الفرن بتاع البوتاجاز حوالي ربع ساعة، تسيبوا الفرن سخن جامد جدا وتدخلوا فيه السجان والفرن مطفي وتطلعوها. يعني بتلاقوها كده يعني اتشمعت ومسكت نفسها والغريباية كده، يعني خلاص كده بقت ايه دخلت في التسوية. ده كده التسوية بتاعت الغريبة. خلوا بالكم ما تحطوهاش فترة طويلة في الفرن علشان ما تطلعش ناشفة وتبقى محروقة من تحت. بصوا شايفين اللون اللي هو اول درجة بقى اللي انا بقول لكم عليها. ادي كده يلا نكسر واحدة. بصوا شايفين نكسر ايه يا جماعة؟ والله هي مش بتتكسر، هي دايبة. يعني بتحطوا كده الواحدة في البق بصراحة بتدوب وطالعة في منتهى الجمال. ادي كده بقى الغريبة بتاعتي. وكل سنة وكل حضراتكم طيبين. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. وكل سنة وكل حضراتكم طيبين. وما تنسنيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم. مع السلامة، هتوحشون.